البيتزا أحلى المعجنات، عشاقها بالملايين. هنعملها النهاردة في البيت. مش هقدر أقولك إن إحنا هنوفر عن الجاهزة لأنها بتتكلف يمكن أكتر من الجاهزة كمان، لكن هتضمن لك طعم ونظافة وجودة مكونات مش هتلاقيها في أغلى المحلات. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وناجحة جدا ومضمونة، عمرها ما هتغزلك. في الفيديو النهاردة هنعمل مع بعض البيتزا. نبدأ كده من الأول خالص. معاكي هنجهز الخميرة، ودي خطوة أساسية لأي معجنات بنعملها. حطي كوباية لبن وقدامها كوباية مية، معلقة ونص من السكر، وده نوع الخميرة اللي أنا بستخدمه وهتشوفي نتيجته معايا في الآخر. حطي معلقة بس من الخميرة. هنحط نص كوباية من زيت الزيتون، ولو مش عندك زيت زيتون ممكن تحطي زيت ذرة أو زيت عباد، بس طبعا زيت الزيتون بيخلي البيتزا بتاعتك زي طعم المحلات بالظبط. قلبي الخميرة بقى واركنيها على جنب لحد ما تتفاعل. في العجانة هنزل بكيلو دقيق، وده دقيق متعدد الاستخدامات، مش ضروري دقيق فاخر، مش ضروري دقيق من نوع غالي. خليها قاعدة كده معاكي، أي معجنات بتحتاج للفرد مش ضروري فيها دقيق فاخر، أي نوع دقيق هينجح معاكي فيها. حطيت الدقيق وحطيت عليه نص معلقة صغيرة من الملح، وحطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هحط كمان دلوقتي الخميرة اللي عملناها، وهركب سلاح العجن وهنعجن. لو مش عندك عجانة ممكن على ايدك بتعجنيها، بتتلم معاكي بسرعة وبتبقى ناجحة برضو. بنزل الجوانب من العجانة وبعجن على سرعة بطيئة، وبعدين برفع لأعلى سرعة عشان العجينة تجمع معايا. ما بتاخدش وقت كتير في العجانة، ممكن تغلبك شوية لو بتعجني على ايدك. لسه بتلزق، محتاجة شوية عجن كمان. اعجني فيها لحد ما تتجمع معاكي وتبقى عجينة طرية. هنزلها من العجانة واجمعها بإيدي بقى عشان احطها في مكان تخمر. جمعيها بإيدك كده وحطيها في بولة وغطيها بالاسترتش، وادهنيها بالزيت من تحت ومن فوق علشان وشها ما ينشفش. غطيها بالاسترتش أو بكيس تلاجة حتى. وكمان غطيها بفوطة مطبخ، وبنحطها في مكان دافي علشان تخمر معانا كويس. الجو برد دلوقتي، ممكن تحتاج وقت أطول للتخمير. خليها في مكان دافي ومقفول، هتخمر معاكي بسرعة. هنجهز صلصة البيتزا. دي الطماطم اللي هعمل بيها الصلصة. أنا بشيل القمع بتاعها من فوق وبشقها بالسكينة. بحط معاها بصلاية متقطعة إرباع، وخمس ست فصوص من الثوم، وبرفعها على النار من غير أي مية. هي هتستوي في المية بتاعتها. ادي الطماطم بتاعتي بعد ما غلت واستوت على النار. بشيل القشرة بتاعتها وبضربها في الخلاط، وبرضه بصفيها من البذور اللي فيها. بضربها بالبصل وبالثوم وبالحاجات اللي أنا حطيتها فيها. حلة بقى على النار، وهنزل بشوية من زيت الزيتون، فص ثوم مفروم، وحمر التومة في زيت الزيتون، وانزل بالطماطم اللي صفيناها. الخطوة بتاعة تسوية الطماطم قبل ما نعمل بيها الصلصة بتديها طعم حلو جدا زي طعم الصلصة الجاهزة. حطي بقى التوابل. أنا بحط شوية من البابريكا، شوية ملح، معلقة كبيرة من الزعتر، والزعتر هنا أساسي عشان طعم البيتزا يبقى زي طعم البيتزا الأصلية الإيطالي، شوية فلفل أسمر، شوية كمون، وبحط كمان معلقتين كبار من الصلصة الجاهزة عشان تديها لون حلو. بس كده، قلبيها وسيبيها لما تتسبك. هنرجع بقى للعجينة بتاعتنا بعد ما خمرت. شايفة الخمر بتاعها عامل ازاي؟ ناجحة جدا، لأن نوع الخميرة اللي أنا استخدمته نوع حلو قوي. بإيدك كده وخرجي الخمر منها. باخدها بقى على مفرش العجين وابدأ أخرج الخمر منها وأجمعها على بعضها تاني. هقسمها بقى. كيلو الدقيق هيعمل معاكي 4 بيتزات من الحجم الكبير.
أنا قطعتها 4، ممكن تقطعيها أكتر من كده كمان لو هتعملي الحجم الوسط أو الصغير. باخد كل ربع وبجمعه على بعضه كده وبركنه على جنب يرتاح. لازم العجين يرتاح معاكي كويس جدا قبل الفرد. بس كده هاخد واحدة وابدأ افردها بالمردانة او بالنشابة. لو لقيتيها رايحة جاية معاكي زي اللبانة تبقى العجينة محتاجة ترتاح لسه، سيبيها ترتاح شوية وابدأ افردي فيها. طول ما العجين بيمط ويروح ويجي في ايدك يبقى العجين عايز يرتاح شوية، ريحيها هتفرد معاكي على طول. انا فردتها اهو على اكبر حجم في المفرش، تقريبا حجم 32. هاخدها بقى على الصينية. طبيعي هتلاقيها بتلم معاكي وانتي بتنقليها، افرديها بايدك بقى في الصينية. ولو عايزة تحشي الأطراف بتاعتها هتفردي أكتر وتتني الأطراف على الحشوة اللي انتي هتحطيها. بس أنا هعملها بيتزا عادية جدا. بس كده، وبتخرميها بالشوكة أو بأي حاجة وبدخلها الفرن وهي لسه عجينة كده من غير أي حاجة. لازم تدخل الفرن 5-6 دقايق لحد ما تتشمع معايا. وفي الخطوة دي بعد ما تخرج من الفرن ممكن تشيليها في الفريزر وتخزنيها، تطلعيها في أي وقت تحطي عليها الصلصة والحشوة بتاعتها وتسويها. مهمة جدا خطوة ان انت تدخلي البيتزا الفرن قبل ما تحطي عليها الصلصة والحشوات عشان ما تعجنش منك. لو حطيتي الصلصة على العجين كده على طول هتعجن منك. جهزت واحدة تانية ودي كبيرة، عملتها في نص صاج. ده صاج من بتاع الأفران، مقاسه حوالي 30 في 40. فردت فيه التانية، هعملها مربعة. وبرضو بخرمها بالشوكة وهدخلها الفرن. جربي خطوة الفرن دي هتعجبك جدا، هتلاقي العجينة مستوية معاكي مش متعجنة من الحشو بتاعها. هخرج المدورة وادخل دي. شايفة وشها شمع خالص من الفرن. هبدأ احط بقى عليها الصلصة. يستحسن لو الصلصة تكون باردة، بس انا عشان التصوير بعمل بسرعة. حطيت الصلصة من على النار وحطيتها على طول، بس لو سبتيها تبرد يكون افضل. بحط شوية من فلفل الالوان، والحشوة ده اختياري ليكي انتي، حطي الحاجات اللي بتحبيها. لو في حاجة ما بتحبهاش استبعديها. انا البيتزا دي عملتها بالسلامي. حطيت فلفل الوان وحطيت جبنة موتزاريلا وميكس جبن وحطيت السلامي بالطريقة اللي انت شايفاها دي. ممكن تحطي سجق، ممكن تحطي فراخ، ممكن ما تحطيش اي حاجة خالص، ممكن تعمليها بالتونة او بالسي فود. الحشو اختياري حسب رغبتك انتي. حطيت زيتون اسود واخضر، وحطيت على الوش كمان شوية من الجبنة الموتزاريلا. بس كده، وهندخلها الفرن متولع على اعلى درجة حرارة. المعجنات ما بتتسواش على درجة حرارة قليلة علشان ما تنشفش منك. وبتشغلي المروحة كمان، ما بتقعدش اكتر من تلت ساعة في الفرن. دي المربعة خرجتها من الفرن، بوريكي ازاي وشها ناشف ومتشمع من الفرن، بس طبعا ما خدتش اي لون. انا هقسمها 2 لان الصاج ده كبير، هعملها نوعين بحشوتين. قسمتها بالسكينة كده بس عشان تبقى قدام عيني. وبحط الصلصة والفلفل الالوان اساسي طبعا في اي بيتزا. رشة حلوة كده من ميكس الجبن والجبنة الموتزاريلا. زيتون اخضر وزيتون اسود. حطي كل الحاجات اللي بتحبيها. النص ده انا هعمله بالكرانشي او بالفراخ البانيه، والنص التاني هعمله بالسجق. الصاج ده عملته نوعين لانه كبير جدا. خلاص كده هدخله الفرن تلت ساعة في الشبكة اللي في النص على اعلى درجة حرارة. دي المدورة طلعت اهي، شايفة جميلة ازاي. شايفة سمك البيتزا مش عالية مش مرتفعة قوي، مش مليانة عيش وعجين. شايفة جميلة ازاي، مستوية من كل حتة.
طرية كمان معايا، والحشوة بتاعتها مظبوطة ومش قليلة ومش كتيرة. ده الصاج المربع. هوريكي برضو التسوية بتاعته وسمك العجين. جميلة جدا ونظيفة جدا، أحلى من الجاهزة 100 مرة. شايفة سمك العجين والتسوية. سمك العجين طبعا انت بتتحكمي فيه، لو بتحبي العجين كتير فيها وسمكها عالي تخني العجينة شوية. وده يا حبايبي كانت طريقتي في عمايل البيتزا، جربيها واكتبي لي رأيك في الكومنتات، وما تنسنيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.